الهلال يخطف كوليبالي من الاتحاد. بريسيتش مطلوب في الهلال. تطور من الهلال مع مودريتش. الهلال يتصدر قائمة ترتيب أعلى 5 أندية تحقيقا للنقاط في الدوري. يستمر الحديث بشأن رغبة الهلال في دعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث تسعى إدارة الزعيم لجلب أبرز الأسماء العالمية. وارتبط نادي الهلال بالتعاقد مع عدة لاعبين تنشط مع كبار أندية أوروبا، في مقدمتهم إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وفشل نادي الهلال في التعاقد مع ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وذلك بعد تفضيل النجم الأرجنتيني الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي. وفقا لصحيفة الميدان الرياضي، فإن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي وافق. وتعمل إدارة نادي الهلال على تعويض رحيل المدافع الكوري الجنوبي جان كيهيون-سو الذي رحل بعد إصابته بورم يحتاج لفترة طويلة من أجل علاجه. وحاول الاتحاد في الفترة الأخيرة التعاقد مع كوليبالي لتعويض غياب المصري أحمد حجازي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ويعد كوليبالي أبرز المدافعين في أوروبا، ولكن لا ترحب إدارة الأمريكي تود بويلي بالإبقاء على الصفقات التي قام بها الملك القديم رومان أبراموفيتش. وينافس نادي الهلال العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمة بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة مع منتخب السنغال. يستمر الحديث بشأن رغبة الهلال في دعم صفوف فريقه الأول كرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث تسعى إدارة الزعيم لجلب أبرز الأسماء العالمية. وارتبط نادي الهلال بالتعاقد مع عدة لاعبين ينشطون مع كبار أندية أوروبا، في مقدمتهم إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وفشل نادي الهلال في التعاقد مع ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وذلك بعد تفضيل النجم الأرجنتيني الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي. وفقا لشبكات CBS سبورت الأمريكية، فإن نادي الهلال يخطط للتعاقد مع الجناح الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش خلال هذا الصيف. وأكدت الشبكة الأمريكية أن نادي الهلال يضع إيفان بريسيتش على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية. وشارك بريسيتش مع توتنهام خلال الموسم المنصرم في 44 مباراة، وسجل هدف وصنع 12 آخرين. بريسيتش والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم قاد منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم 2018 بروسيا، والمركز الثالث في كأس العالم 2022 بقطر. جدير بذكر أن بريسيتش ينتهي تعاقده مع توتنهام في صيف 2024. كشفت تقارير عالمية عن تطورات ملف صفقة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من نادي ريال مدريد الإسباني، ورغبة الأندية السعودية في التعاقد مع حامل الكرة الذهبية في 2018. وكان مودريتش قد أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد في ظل ارتباطه بعقد مع الملكي حتى 2024، بينما أشارت التقارير إلى مطالبة إدارة الريال بالرد على العروض السعودية المغرية والتي جاءت من الأهلي والهلال. وذكر الإعلامي الرياضي رودي غاليتي وفقا لمصادر مقربة من وزارة الرياضة السعودية أن مودريتش لم يرد بعد على العرض الثالث الذي تلقاه من الدوري السعودي، وذلك بعد رفضه لأول عرضين من أجل البقاء في ريال مدريد، مضيفا أنه من المتوقع أن يرد اللاعب بشكل رسمي بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية. ويلتقي منتخب كرواتيا بنظيره إسبانيا على ملعب ديكويب في مدينة روتردام الهولندية في 9:45 دقيقة مساء الأحد في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023. يذكر أن الإعلامي دي مارسيو قد كشف عن رفض مودريتش لعرض من نادي الهلال بقيمة 200 مليون يورو سنويا، كما رفض عرضا ضخما من أجل الانتقال إلى الأهلي. تصدر نادي الهلال السعودي قائمة ترتيب أعلى 5 أندية تحقيقا للنقاط في بطولة دوري روشن، متفوقا على العديد من الأندية على رأسها الاتحاد والنصر. وحل الهلال في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الأندية تحقيقا للنقاط في الدوري بعدما لعب 400 مباراتين، حقق الفوز في 275 مباراة وتعادل في 83 لقاء، لكنه خسر 44 مباراة وجمع 908. وجمع نادي النصر 770 نقطة بعد أن خاض 400 مباراتين، بوقع الفوز في 225 مباراة وتعادل في 95 مباراة، لكنه خسر 82 لقاء وجاء في المركز الثاني.
وجاء نادي الاتحاد في المركز الثالث بقائمة أعلى الأندية تحقيقا للنقاط في الدوري بعدما لعب 400 ومباراتين مباراة حقق الفوز في 200 ومباراة وتعادل في 100 ولقاء، لكنه خسر 100 مباراة وجمع 704. يستمر الحديث بشأن رغبة الهلال في دعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث تسعى إدارة الزعيم لجلب أبرز الأسماء العالمية. وارتبط نادي الهلال بالتعاقد مع عدة لاعبين تنشط مع كبار أندية أوروبا، في مقدمتهم إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وفشل نادي الهلال في التعاقد مع ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وذلك بعد تفضيل النجم الأرجنتيني الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي. وفقا لصحيفة الميدان الرياضي، فإن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي وافق. وتعمل إدارة نادي الهلال على تعويض رحيل المدافع الكوري الجنوبي جان كيهيون سو الذي رحل بعد إصابته بورم يحتاج لفترة طويلة من أجل علاجه. وحاول الاتحاد في الفترة الأخيرة التعاقد مع كوليبالي لتعويض غياب المصري أحمد حجازي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ويعد كوليبالي أبرز المدافعين في أوروبا، ولكن لا ترحب إدارة الأمريكي تود بويلي بالإبقاء على الصفقات التي قام بها الملك القديم رومان أبراموفيتش. وينافس نادي الهلال العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمة بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة مع منتخب السنغال. يستمر الحديث بشأن رغبة الهلال في دعم صفوف فريقه الأول كرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث تسعى إدارة الزعيم لجلب أبرز الأسماء العالمية. وارتبط نادي الهلال بالتعاقد مع عدة لاعبين ينشطون مع كبار أندية أوروبا، في مقدمتهم إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وفشل نادي الهلال في التعاقد مع ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، وذلك بعد تفضيل النجم الأرجنتيني الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي. وفقا لشبكات سي بي اس سبورت الأمريكية، فإن نادي الهلال يخطط للتعاقد مع الجناح الدولي الكرواتي إيفان بريسيتش خلال هذا الصيف. وأكدت الشبكة الأمريكية أن نادي الهلال يضع إيفان بريسيتش على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية. وشارك بريسيتش مع توتنهام خلال الموسم المنصرم في 44 مباراة وسجل هدف وصنع 12 آخرين. بريسيتش والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم قاد منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في كأس العالم 2022 بقطر. جدير بذكر أن بريسيتش ينتهي تعاقده مع توتنهام في صيف 2024.